السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا النهاردة هنعمل مع بعضينا حاجة حلوة ومش مكلفة وبسيطة جدا وهتعجب الكبير والصغير. ولو انت عندك ضيوف وعاوزة تقدمي لهم حاجة تشرفك وكأن اللي هياكل منها يحس انها مصروف عليه، مع انها بسيطة جدا وخطواتها مش متعبة ومش مكلفة. يعني من مكونات بسيطة جدا، لا كريمة ولا شوكولاتة ولا اي حاجة من الحاجات دي. وفي نفس الوقت توفري في الميزانية بدل ما تشتري حاجة للضيوف من بره غالية. هنعمل الحاجة دي في البيت، وفي نفس الوقت ان الناس اللي متبعة نظام الطيبات حلوة جدا لان مفيهاش لا بيض ولا لبن. كل مكوناتها هتناسبكم ومش مكلفة. وقبل ما نبدأ نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أول حاجة هنحضر الطبق اللي من تحت. هنجيب كوبايتين سميد بسبوسة عادية من غير أي إضافات، وهنحط عليهم معلقتين جوز هند. الحاجات اللي احنا يعني جوز هند ده اختياري، ممكن تحطوه ممكن ما تحطوش. عندك شوية مكسرات عاوزة تحطيهم برضو حطيهم. هنحط كمان نص معلقة بيكنج باودر، يعني شوية صغيرين كده بيكنج باودر زي معلقة صغيرة او اقل. وكمان رشة فانيليا. وهنحط كمان زي معلقتين 3 سكر، معلقتين كبار كويسين سكر. وهنقلب المكونات الجافة دي مع بعض. وما ننساش كمان هنحط معلقتين دقيق. الدقيق ده لو انتم متبعين نظام الطيبات هنحط معلقتين دقيق حبة كاملة. لو انتم مش متبعين النظام هنحط معلقتين دقيق حبة كاملة. اللي متبعين النظام، واللي مش متبعين النظام هنحط معلقتين دقيق عاديين. هنقلب المكونات دي مع بعضها كويس جدا. ده الدقيق الحبة الكاملة، هو بيبقى غامق شوية عن الدقيق الأبيض. هنقلب المكونات الجافة كلها مع بعض كويس جدا. وبعد كده هنحضر المادة الدهنية. المادة الدهنية حوالي اكتر من نص كوباية مادة دهنية، بقى سمنة بلدي، زبدة مع زيت، زيت بس براحتكم طبعا. بس السمنة البلدي طبعا بتخلي الطعم البسبوسة معانا حلو جدا. هنقلب كويس انا دلوقتي حطيت السكر. وبعد كده هنبس بقى المادة الدهنية مع السميد المسبوسة كويس جدا. انا هنا عملته بالمعلقة بس، يستحسن ان انتوا عفوا تقلبوا السميد بايديكم، تبسوه زي ما بنبس الدقيق الكحك كده بالسمنة. هيكون افضل من ان انتوا تعملوها بايديكم، عشان تضمنوا ان كل حبة سميد اتغلفت بالسمنة كويس وتطلع معاكي حلوة وطعمها حلو. انا حاولت هنا بالمعلقة ابسها كويس. بالنسبة بقى ان احنا هنحط ايه بقى للبسبوسة. طبعا الناس اللي مش متبعة نظام الطيبات هتحط طبعا ايه كوباية الا ربع لبن. ممكن تزود معلقة على حسب السمين معاكي شرب قد ايه. عارفين انتوا عجينة البسبوسة بتبقى ازاي، يعني كوباية الا ربع لبن او زيادة حبة بسيطة خالص. اما بالنسبة للناس طبعا اللي مش متبعة نظام الطيبات هتحط مية. طيب حابة ان انتي يعني تحسي ان البسبوسة غنية اكتر، هتحطي على كوباية هنحط كوباية الا ربع مية. هنحط على الكوبايه الا ربع ميه دي معلقتين كريم حب كريمه الطهي. عارفين كريمه الطهي اللي بتتباع في السوبر ماركت؟ هي بتبقى غاليه حبه، بس انت مش بتاخدي منها غير كميات صغيره. فلو حسبتيها مش غاليه، لان انت كل مره بتاخدي معلقتين 3 على حسب الحاجه اللي انتوا بتحطوا فيها كريمه الطهي دي عشان تغنيكوا عن استعمال اللبن. حابين تحطوا بميه بس للناس المتابعين نظام الطيبات، عاوزين تعجنوها بميه بس زي ما انا عملت تمام. زي ما اتفقنا حابين تخلوها غنية اكتر وطعمها تحسوا فيها لبن، هنحط معلقتين 3 اللي هي كريمة الطهي. وموجودة في المحلات وبسهولة تلاقوها. انا حسيتها ان لسه محتاجة مية. كلنا طبعا عارفين عجينة البسبوسة بتبقى ازاي، لا هي يابسة ولا هي طبعا زي الكيك. ما هي بتبقى عجينة بس بتبقى سهلة الفرد. تمام كده، يعني هي كده وصلنا للعجينة المطلوبة. وبعد كده هجيب طبعا اي قالب هنحط فيه، حابينه مدور مستطيل مربع زي ما انتوا حابينه.
وادهنوا القالب بدل السمنة ندهنها طحينة، يعني معلقة طحينة كده هتدهني بيها. حابين تدهنوها بسمنة مش مشكلة برضو عادي. وبعد كده هتسووها بالمعلقة كويس وتملوا الفراغات، يعني لو حتة قليلة عن حتة تحاولوا يعني تظبطوها بحيث في السوا ما تلاقوش جانب بتحروق شوية عن جانب تاني او تحسوا انها مايلة. وبعد كده هتبلوا ايديكوا سمنة وهتضغطوا على الوش كده بحيث تسووه، وفي نفس الوقت السمنة هتدي وش حلو في الفرن اما تدخلوها الفرن. وبعد كده هندخلها الفرن على الرف الاوسط. وبعد ما تحسوا انها استوت، ولو محتاجة الوش معاكم يتحمر زيادة هتولعوا الشواية من فوق وبس، مش هتاخد معاكي دقيقتين 3، نخلي بالنا. وبعد كده نخرجها. قبل ما نخرجها طبعا اثناء السوا هنكون بنحضر الطبقة التانية. الطبقة التانية بقى عبارة عن ايه؟ حاجة سهلة جدا، مش هتحتاجوا فيها غير كيس كريم كراميل، كيس واحد بس. هتجيبي كوبايتين مية هتحطوهم على النار، ونحط عليهم كيس الكريم كراميل. وبعد كده ممكن تكملوا الموضوع كده لو انتم متبعين يعني النظام الطيبات، او ما عندكيش لبن فحابة تعمليها بمية تمام. بس هنحط بدل ما يبقى عاوزة الكريم كراميل يبقى غني، هنحط برضو معلقتين كريمة الطهي، معلقتين 3 بالكتير. كريمة الطهي هتديكي غناوة اللبن والطعم الحلو اللي يخلي معاكي الكريم كراميل، الطبقة بتاعت الكريم كراميل غنية. انا حطيت هنا كوبايتين المية عليهم معلقتين 3 كريمة الطهي بس. طبعا كريمة الطهي مناسبة برضو للمتبعين نظام الطيبات. لغاية ما يبتدي طبعا يغلي معايا كويس. طبعا الطبقة دي مش بتتماسك او مش بتتقل السمك بتاعها اثناء الطهي على النار، هتفضل برضو معاكي زي ما انتوا شايفينها سايلة كده. هنقلب فيها لغاية ما نحس ان خلاص ابتدت تعمل فقاقيع. انا عاوزة الخليط يعمل فقاقيع عشان اطمن ان هو استوى. وبعد كده هنطفي عليه في الوقت، يعني تحاولوا تظبطوا الوقت ما بين ان انت تطلعي البسبوسة من الفرن ويكون الكريم كراميل على النار خلاص استوى، بحيث وهو بيغلي كده هنصبه على البسبوسة. بس حبيت اقول لكم انا حسيت ان المفروض كانت البسبوسة نعمل السيرم بتاعها ونسقيها بنص السيرم بتاعها عشان يطلع الحق. انا كنت محتاجة احس ان الحلا يعني كان محتاج حبة كمان، وفي نفس الوقت عشان البسبوسة تكون جوسي اكتر. يعني اللي انا بقول لكم عليه هي طلعت طعمها حلو جدا. بس حسيت ان انا لو كنت سقيت البسبوسة بنص السيرم، اللي يعني السيرم اللي بتعمليه للبسبوسة العادي بس هتعمله نص، يعني على حسب الصينية عندك. بدل ما بتحطي مثلا كوباية سكر على كوباية مية، لا هنحط مثلا نص كوباية سكر على نص كوباية مية ونسقيها شوية برضو اول ما تطلع من الفرن على طول. وبعد كده هنصب على طول عليها اللي هي الطبقة التانية بتاعت الكريم كراميل. لكن هي طلعت طعمها حلو، بس انا حسيت ان هي كانت هتبقى احلى لو عملنا كده. فانا بقول لكم يعني انا زيكم زي اي حد، زي اي ست بتطبخ في البيت وبتلاقي حاجات ممكن كانت تبقى احسن لو عملتها بالطريقة دي. فللأمانة يعني هي طلعت طعمها حلو، بس كانت هتبقى احلى لو عملنا بالطريقة دي. لكن هي طعمها حلو، بس انا حبيت انها تبقى احلى يعني اكتر وجوسي اكتر لو كنا عملنا نص سيرم البسبوسة، سقينا البسبوسة شوية بنص السيرم بتاعها وبعد كده حطينا الطبقة دي. نيجي بقى للتزيين. انا حطيتها طبعا في التلاجة لغاية ما جمدت وبقت تمام، يعني سبتها لغاية مش جمدت، يعني نحطها في التلاجة العادية مش في الفريزر لغاية ما طبقة الكريم كراميل تتكون معايا وتتقل. بعد كده جبنا ورق زي ما انتوا شايفين كده متقطع كده مستطيلات رفيعة وحطيناهم وخلينا فراغات بين كل ورقة وورقة. وجبنا بقى شوية كاكاو في مصفى ورشناهم بحيث يعمل لي الخطوط اللي انتوا شايفين اللي انتوا شفتوها. لو انتوا حابين ترشوا قهوة ماشي، كاكاو ماشي، اي بودر للتزيين هترشوه هيعمل لكم. ممكن تعملوا خطوط كنتوا بالعكس بحيث تطلع مربعات برضو هيبقى شكلها حلو وعاطت طعم كمان، لان الكاكاو بيخلي طعم الحاجة حلوة فيها كأن شوكولاتة. ونشيل الورق كده بالراحة عشان ما يميلش على المنطقة
ويفضل انه يكون ورق مش مسطر زي كده، يكون ورق ابيض افضل عشان ما ياخدش من اللون الخطوط ده على الاكل عشان ما يضرناش. وهنخلع طبعا الورق بالراحة عشان من الخطوط البيضة ما تجيش فيها اللي هي الكاكاو، عشان تفضل محتفظة بشكلها. وطلعي وقدمي لضيوفك حاجة تشرفك، حاجة حلوة وسهلة جدا ما خدتش مننا وقت. لو انتوا معايا لغايه دلوقتي ما تنسوش اللايك. الحاجات الحلوة دي، الافكار البسيطة هتنجز معانا وهتوفر معانا في الميزانية، وفي نفس الوقت مفيش حرمان من التوفير، لان احنا بنعمل كل الحاجات الحلوة. والناس اللي متابعة نظام الطيبات هتتبسطوا بالطريقة من الحاجات الحلوة برضو اللي هتناسب النظام الغذائي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم دايما. هوريكم دلوقتي واحنا بنقطعها، طالعة حلوة جدا، ويعني الطبقات باينة فيها، لان كمية الكريم كراميل حلوة تسقط البسبوسة، وفي نفس الوقت عملت لي طبقة من فوق. شايفين الطبقات حلوة جدا وهتعجب اي حد، واي حد هيقول ان انتي صارفة ومكلفة على الحلو اللي انتي بتقدميه، مع انه مكوناته بسيطة جدا. يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم دايما، وتجربوا الفكرة وتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.